تفتكروا ليه بننجذب للشخص التوكسيك؟ عارفة الشخص اللي كل الناس بتحذرك منه وتصرفاته مضطربة ومش مفهومة ومكرهك في عيشتك، لكن رغم كل ده مش قادرة تبعدي عنه. السر كله في الدوبامين. الدوبامين دي مادة كيميائية بتفرز في الجسم بتخلي دماغك تشعر بالسعادة، ودي الألاعيب النفسية والإحساس اللي وصلهولك الشخص التوكسيك بعد ما اختفى فجأة، بعد ما بهدلك ومرمط بكرامتك الأرض. فجأة يجي يتلاعب بمشاعرك علشان ينسيكي كل اللي عمله فيكي، وانتي طبعا في ثانية نسيتي كل اللي حصل وانبهرتي بالمفاجأة الرومانسية الحالمة اللي عملها لك. باحبك، 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 باحبك. والدوبامين عمال بيزيد والقلب سعيد وتلاقي نفسك كده في حالة، وعلى رأي إليسا عايشة حالة حب معاك واخداني وصعب إنها تتكرر تاني. إن شاء الله ما اتكررت، وبعد الإهانة والذل واليومين السود اللي انت عشتيهم فجأة تنسي كل حاجة وتلاقي نفسك بتحبيه وبتموتي فيه. بحبه يا ماما. يا بنتي مش هو ده الحب، يعني أحبك النهاردة وأجرحك بكرة؟ الحب هو الأمان والراحة والاحترام. اللي بيأذيكي ويلعب بمشاعرك ده توكسيك مش حب. ودمتم رايقين.